السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مراجعة جديدة من قناة TNG Reviews. النهاردة عندنا مراجعة لتابلت انجو F2. التابلت بيتباع على موقع سو.كوم بسعر 750 جنيه. دي علبة التابلت. ده التابلت بيجي معاه الشاحن ده، وهو من النوع الثلاثي، بمعنى انك هتحتاج تجيب له الوصلة دي علشان يتحط في الفيشة العادية. دي شهادة الضمان وده دليل الاستخدام. دي وصلة اليو اس بي. ده التابلت. التابلت شاشته 10 بوصة بدقة 1024 في 600. دقة الشاشة كويسة، ولكن في السطوع العالي، يعني عشان توصل لجودة عالية في الصورة لازم تخلي السطوع عالي جدا. جودة الشاشة ممتازة يعني في السطوع العالي، ولكن مشكلته انه في زوايا الرؤية مش هتشوف كويس. ممكن من الجنب هتشوف جنب الجهاز، ولكن من اعلى ومن اسفل زوايا الرؤية شبه بتنعدم. فالوضع الافقي العادي هو يبقى احسن وضع للمشاهدة. طيب، بطارية الجهاز 4500 ملي امبير. تقريبا احسن حاجة في التابلت ده هو البطارية بتقعد معاك اليوم كله باستخدام نت والعاب، مش هتحتاج تشحنها غير مرة واحدة. دي اقوى حاجة في الجهاز بياخد خطين، خط منهم بيشتغل 3G، وذاكرة داخلية الجهاز 8 جيجا بايت. الخلف هتلاقي الكاميرا وفلاش من نوع LED. وهنا السماعة فيها بلاستيك بارز شوية بحيث انها ما تتكتمش لما تحط على المكتب. وكمان هتحس ان الجهاز متصنع من القماش، لان هتلاقي خيوط لفة حوالين الجهاز، وكمان البلاستيك من نوع تحس انه قماش زي تابلت سامسونج. من هنا بنفتح الجزء ده، هنلاقي عندنا هنا مكان الخط الاول، مكان الخط التاني، ومكان كارت الميموري لحد 32 جيجا بايت. طيب، الجهاز سماعته مش قوية وصوتها مش عالي. ولما بتعلي الصوت على الاخر كمان بتلاحظ ان بدأ الصوت ينغوش. ممكن نسمعه مع بعض دلوقتي. فالاحسن ان انت تشغل الصوت على صوت اقل، 9 او 10، 9 او 8 مش 10. وحلمك معاك مامتك واختك خالتك. زي ما شفتوا السماعة ممكن يكون صوتها واضح في الصوت القليل، لكن لما بنعلي الصوت على الاخر الصوت بيفقد جودته وبيبدأ يحصل نغوشة بسيطة. الكاميرا هي 2 ميجا بكسل مع فلاش LED زي ما قلنا، ولكن الكاميرا مش جيدة، والكاميرا الأمامية 3/10 ميجا بكسل، فمش هتحس بوجودها خالص. الكاميرا اهي، الفلاش مش قوي ولكن الصورة تعتبر مقبولة أو جيدة. الجهاز بيجي برام 1 جيجا بايت، ومعالج ثنائي النواة بتردد 1.3 جيجا هرتز،
وزي ما قلنا الذاكرة الداخلية 8 جيجا بايت. ده يسمح لك انك تقدر تلعب العاب كبيرة وحديثة بشكل كويس، مش هتحس بأي بطء. جربنا نسطب عليه لعبتين من أقوى ألعاب 2015، هي لعبة جي تي ايه ولعبة أسفلت 8. ممكن نجربهم مع بعض دلوقتي. لعبة احنا كنا فاتحينها مسبقا، لعبة زي ما انتم شايفين شغالة بمنتهى السلاسة ومفيش أي بطء. وكمان جربنا عليه لعبة أسفلت 8، اشتغلت بمنتهى السهولة برضه. اللعبة اشتغلت بجودة عالية زي ما شفنا. الجهاز على أنتوتو بنش مارك واخد كام نقطة؟ الجهاز واخد حوالي 14,000 نقطة، وده نتيجة يعني ممتازة في تابلت 10 بوصة بسعر 750 جنيه. عندنا الأندرويد بتاع الجهاز 4.4.2 كيت كات. هل هيتحدث لولي بوب ولا لأ؟ ده شيء مش متوقع ان هو يحصل في التابلت ده. التابلت ده هيفضل كيت كات، ما اظنش ان هو هيتحدث لولي بوب ابدا. طيب زي ما شفنا احنا جربنا عليه الالعاب والصوت وكمان الكاميرا. الجهاز ممتاز، هتحس ان انت شايل حاجة قيمة. سمك الجهاز 10 ملم، سمك مناسب جدا لتابلت بحجم 10 بوصة. سطبنا عليه جميع التطبيقات، هو بيجي متسطب عليه سوق دوت كوم وموقع جوميا عشان لو حبيت تشتري حاجة. وكمان احنا سطبنا عليه مواقع زي الواتساب والفيسبوك واليوتيوب، كل حاجة شغالة بشكل جيد. مشاكل التابلت ان هتلاقي عندك السماعة صوتها مش قوي، وكمان الكاميرا ادائها ضعيف. غير كده هيبقى عندك مغامرة ان انت تشتري التابلت مع موقع سوق دوت كوم. في ناس اشترت التابلت ووصل لها التابلت بايظ في فجوات، وفي ناس اللي اشترت التابلت وطلع بيهنج معاها جامد. فهتبدأ ترجعه وتستنى يومين على ما الصيانة تتصل بيك وتقولك ان احنا صلحناه، او يقولك ان الجهاز مفيهوش مشكلة. لكن لو التابلت وصلك سليم فدي يبقى يعني حظك حلو، يبقى التابلت هيشتغل معاك بشكل جميل. غير كده مميزات الجهاز ان هو البطارية بتاعته قوية جدا، هتستمر معاك اليوم كله. الشاشة نقدر نقول مقبولة على السطوع العالي، الشاشة بتبقى ممتازة. وكمان تابلت بذاكرة داخلية 8 جيجا بايت وشاشة 10 انش بسعر 750 جنيه. ده يعتبر سعر زهيد جدا بالنسبة للمميزات دي كلها وتجربة الألعاب اللي احنا جربناها عليها، ولكن هيبقى
مشكلتك الوحيدة في ان انت هتغامر وتجرب تشتريه من على سوق دوت كوم، لا اما هيوصلك الجهاز سليم زي ما وصلنا، لا اما هيوصلك الجهاز فيه عيب وهتضطر تبدأ حرب في ان انت ترجعه او تبدله مع سوق دوت كوم. دي كانت مراجعتنا لتابلت انجو اف 2. نتمنى تشاركونا بتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.